تفجيران يستهدفان مقري الأمن الجنائي والمخابرات الجوية في دمشق. 34 قتيلا بنيران الأمن في سوريا خلال مظاهرات الجمعة. مظاهرات في تونس تطالب باعتماد الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع في الدستور. نشرة الأخبار بقناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. قال التلفزيون السوري إن انفجارين نجما عن سيارتين مفخختين هزا صباح اليوم العاصمة دمشق. وذكر التلفزيون أن مدنيين ورجال أمن سقطوا قتلى جراء الانفجارين، وأن أحدهما استهدف إدارة الأمن الجنائي في دوار الجمارك، بينما استهدف الآخر إدارة المخابرات الجوية في المنطقة الواصلة بين شارع بغداد وحي القصاع. يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تشهد فيها العاصمة دمشق انفجارات منذ ديسمبر الماضي. ومعنا من دمشق سمير الشامي الناطق باسم شباب سوريا من أجل الحرية. سيد سمير، هل اتضحت لديكم تفاصيل أخرى عن الانفجارين؟ سمير الشامي ليس معنا الآن، ربما سنحاول التواصل معه لاحقا خلال هذه النشرة. وقد شهدت أول جمعة في العام الثاني للثورة السورية تطورا بارزا تمثل بمشاركة لافتة لأهالي محافظة الرقة في مظاهرات عامة البلاد، وحملت شعار التدخل العسكري الفوري. وأفاد ناشطون سوريون بأن 34 شخصا قتلوا أمس في سائر المدن والمحافظات السورية، بينهم 6 أطفال. جمعة التدخل العسكري الفوري، التسمية التي أطلقها ناشط الثورة السورية على أول جمعة في العام الثاني لثورتهم، تسمية يقولون إنها تعكس حاجة ملحة لحماية دولية بعد المجازر التي ارتكبتها قوات النظام. رحيل نظام بشار الأسد وحماية المدنيين وتسليح الجيش الحر والمناطق العازلة وإطلاق سراح المعتقلين مطالب مشتركة للمتظاهرين الذين خرجوا في عدد من أحياء العاصمة دمشق رغم الإجراءات الأمنية المشددة. ريف دمشق شهد هو الآخر منذ الصباح إجراءات أمنية مشددة وحملات دهم واعتقال لم تفلح في إجهاض تنظيم المظاهرات. ما ميز جمعة التدخل العسكري الفوري دخول محافظة الرقة بقوة في النشاط الثوري، فقد سقط قتلى وجرحى من أبنائها برصاص قوات الأمن التي تصدت لمظاهرة حاشدة هتفت بإسقاط الرئيس. مشهد